بص يا صاحبي، انت لو ما بين ال20 وال30 فانت حرفيا عايش في اصعب مرحلة من حياتك. مش عشان في مشاكل، لا، بس عشان انت نفسك مش فاهم انت مين ولا انت عايز ايه ولا انت اصلا رايح فين. مرة فوق مرة تحت، مرة بتحس انك مسيطر، تاني يوم تصحى ان انت مش طايق نفسك. مش جاي اقولك تعيش ازاي، بس جاي اقولك شوية حاجات لو كنت عرفتها انا من بدري كان زماني دلوقتي وفرت ضياع بتاع حاجات كتير اوي، كان زماني مظبطة. فاسمعني للنهاية ومش هتندم، صدقني. الوقت، صدقني الوقت والله اكتر حاجة انت هتندم عليها وهتحس ان انت ضيعتها قوي. انا كنت دايما بقول لنفسي لسه بدري، الدنيا هتظبط بعدين، ها. بس ما نجحنيش غير حاجة واحدة بس، ان انا اقدر فعلا ان انا استثمر الوقت بتاعي. اتعلمت في وقت قليل ان انا اقدر ازاي ان انا اعمل حاجة وان انا اتعلم حاجات بسرعة، والحاجات دي هي اللي نفعتني بعد كده. رحت خدت كورس في الفوتوشوب زمان عشان ان انا اتطور فيه وابقى حاجة مميزة جدا. صدقني ده فرق معايا قوي دلوقتي وخلاني قاعد مرتاح في وسط معظم صحابي عندهم مشكلة كبيرة جدا، ان هم كلهم شغالين بايديهم، كلهم بيعملوا حاجات. انا الوحيد اللي ممكن حواليهم هو اللي ممكن فعلا قاعد على مكتب ومرتاح. لو انا ما كنتش استثمرت وقتي في الوقت ده ان انا اتعلم الحاجة دي كان فعلا عمل لي مشكلة كبيرة جدا، كان زمان لسه برضو دلوقتي وتايه ومش عارف بعمل ايه. صدقني الوقت هيفرق قوي لما تيجي تتعلم حاجة في السن بتاعك. اتعلم حاجة حتى لو الحاجة دي من وجهة نظرك بسيطة، صدقني حتى البسيط في ناس ما بتعملوش، فخليك فارق. تاني حاجة الفلوس. صدقني الفلوس مش شر، الجهل بيها هو اللي شر. كلنا بنحب نصرف، كلنا بنحب ناكل من بره ونشتري حاجات ملهاش لازمة، نخرج ونقعد بالساعات، بس محدش علمنا ايه أهمية الفلوس. اي حد اول ما يشتغل يصرف اول مرتبه على لبس وساعات وخروج، حد تاني ياخد نفس المرتب ده ويفكر يتعلم بيه حاجة، يشتري جهاز يفيده مثلا في شغله، حاجة تطوره. انا مش بقولك ما تعيش ولا تخرج ولا تسافر، بس عايز اسألك سؤال، الفلوس اللي بتتصرف دي دلوقتي هتجيب لك ايه كمان سنة؟ ابدأ وفر عشان توصل لحاجة، لكن انا اصرف فلوسي هنا وهنا صدقني ده مش هيفيدك خالص. تالت حاجة، اتعلم ازاي تختار الناس اللي حواليك. بص هقولك حاجة، عارف لما تحس ان كل اللي حواليك هم مشكلتهم ان هم مش فاهمين انت عايز تبقى ايه؟ دي بتبقى صعبة قوي. انا عايز اوصل مثلا لحاجة بس اللي حواليا هم مش فاهمين انا عايز اعمل ايه. فانت محتاج فعلا تختار مين اللي ممكن هو يقدمك قدام، او تختار. عارف الناس اللي بتقعد تختار في المنيو، انت بتختار وانت قاعد في المنيو كده بتختار الاكل اللي انت بتحبه، وانت قاعد اختار الناس اللي بتحبها بس مش على اساس الحب، على اساس الفايدة. الراجل ده هيفيدني، الناس دي هتفيدني، اهلك فوق راسي وكلنا بنحبهم، صدقني اختار الناس اللي هي فعلا هتفرق معاك، وربنا يبارك في اهالينا، هم اكتر ناس هيوجهونا ويمشونا كويس جدا. بس صاحب ناس فعلا هتفرق معاك. بص لو هتاخد مني نصيحة واحدة في التشانل دي، خلي بالك من صحتك وروح الجيم. صدقني صحتك هي الحاجة الوحيدة اللي هتسندك لما تكبر. ان انت تقعد تطلب اكل كل يوم، وان انت تقعد تاكل فاست فود، تاكل حلويات، كل ده مش هينفعك. ابدأ كده اشرب كل يوم 2 لتر مية، واتمرن وانزل اتمشى كل يوم، ظبط حاجة ما تاخدهاش مرة واحدة. كل ده هيفرق معاك وهيوصلك لحاجة كبيرة قوي. خلي بالك من صحتك عشان هي اللي هتشيلك لما تكبر. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واستنونا في حلقات كتيرة جاية. سلام.